السلام عليكم. ازاي تنتصر لنفسك؟ القضية الفلسطينية والإبادة اللي بيتعرضوا ليها أهل غزة فوق كل عقل يتحمله البشر. لما تنتصر لأهل غزة يبقى أنت بتنتصر لنفسك. في 4 أسلحة معاك أقوى من أي سلاح نووي. أول سلاح وهو سلاح الدعاء، بس لازم وانت بتدعي يبقى عندك إخلاص وعندك إصرار وعندك يقين بإجابة الله لدعائك، وافضل زن واطلب النصرة من الله. زي الطفل اللي بيطلب من والدته حاجة بيفضل يزن لغاية أما ياخد اللي هو عايزه. تاني سلاح وهو سلاح التبرعات. اتبرع بزكاتك وصدقاتك للجمعيات الأهلية والحسابات البنكية اللي بتجمع تبرعات وبتبعت لإخواتنا في غزة الأكل والدواء والكساء. تالت سلاح وهو سلاح المقاطعة. قاطع المنتجات الأوروبية والمنتجات الأمريكية والمنتجات الإسرائيلية، لأنهم ببساطة بيبيعوا لنا منتجات وبياخدوا فلوسنا يصنعوا بيها أسلحة ويضربونا بيها. زي كأنك بالظبط بتروح لواحد تديله فلوس وتقوله اشتري مطوة واضربني بيها. رابع سلاح وهو سلاح الوعي والنشر. انشر عن معاناة أهل غزة وعن مشاكل أهل غزة وعن الإبادة اللي بيتعرضوا ليها أهل غزة. حسس أهل غزة إن أنت معاهم في نفس المركب وحاسس بيهم. انشر الوعي في العالم. أقوى سلاح بيمتلكه الإسرائيليين هو سلاح الإعلام. خليك أنت أداة الإعلام بتاعة القضية بتاعتك بتاعة أهل غزة. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. سلام عليكم.